بابا بيعمل أطيب صحن فول وهيدي طريقته. أول شي جبت علبة الفول السادة ما في بقلبها شي، حطيتها على النار وغليتها، بنشيلها على جنب. رجعت كمان جبت علبة حمص وحطيتها على النار وغليتها. هلأ على جنب بنجيب توم بنحط عليه ملح وبنهرسهم، بعدين بنضيف عليه الحر الأخضر أو أحمر مثل ما بدكن، بنضيف عليهم زيت الزيتون كمان بنهرس لنحصل على هيدا القوام. من بعدها بنجيب الفول المسلوق كمان بدنا نبلش نهرس وخلو شوي من ميته لأنه رح ينشف بعدين. بضيف عليهم الملح والكمون الحامض اللي هو الليمون، وبنرجع بنضيف الحمص وبخلي شوي من الحبات على جنب. بنهرسهم كلهم سوا مع بعض وبنضيف عليهم طحينية وبنخلط. بهيدي المرحلة بنعدل الملح بنعدل الحامض، أنا أكيد لازم زيت حامض دايما. بعدين بدنا نزين الحمص اللي تركته على جنب مع شوية بندورة اللي هي طماطم، بقدونس وزيت زيتون، وفيكم كمان ترجعوا تحطوا على الوجه نفس الدقة اللي حضرناها أول شي اللي هي الثوم مع الحر مع زيت الزيتون. وهلأ مثل العادة وقت ندوق مع خبز مرقوق عن جد بتعقد.